اهلا بكم اعزائي المشاهدين في اديفيرس توكس. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا بتهم قطاع كبير جدا من المجتمع وخصوصا الشباب او الخريجين اللي بيحاولوا يعملوا كارير شيفت او اللي لسه اصلا ما عملوش كارير وبيفكروا ان هم يتجهوا الى سوق العمل في تخصص مختلف عن اللي هم اتخرجوا او درسوا فيه. عشان كده معانا ضيف مهم هو المهندس محمد غنيم مؤسس يلا ستيب جروب. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا دكتور. نورتنا وشرفتنا. انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده والله، وانت واحد من اكتر الناس المؤثرين في المجال ده. ربنا يسعدك يا رب. واحنا بندردش قبل التسجيل قلت لك عاوزين نتكلم مع الشباب في حاجه تنفعهم، وده هدف وغايه البودكاست. دايما احنا دايما بنروح للي الناس عاوزه بجد تسمعه وتستفيد منه، محتوى يكون فعلا براكتيكال وقابل للتطبيق وقابل للتنفيذ. بنشوف كتير جدا جدا من الناس، يعني حضرتك مهندس بس كل تركيزك في التعليم، بالظبط. حد تاني ممكن يكون دكتور وكل تركيزه في التعليم. اولا هو عيب ان انا اصلا من البدايه وانا في ثانويه عامه ان انا ادخل كليه ملهاش علاقه بالشغف بتاعي وملهاش علاقه بسوق العمل، وسوق العمل مش طالبها. ودلوقتي انت حضرتك عارف الاي اي اللي بينسف وظائف التغير ناس السريع. بينسف وظائف ناس فن. فمن البدايه خالص اختيار الكليه بناء على اي اساس، ثم لو انا اخترت الكليه بناء على شغف ابويا وامي او العيله اللي عاوزين يفرحوا بالدكتور فلان والمهندس فلان، وبعدين دخلت في سوق العمل، في ناس بتقاوم، يقول لك انا بعد 6 سنين مذاكره اشتغل مدرسه احياء، ولا اشتغل مدرس ماث، ولا اسيب الطب واروح مش عارف ايه. فعاوزين اول معايير الاختيار من البدايه خالص للطالب بتاع ثانويه عامه، ثم الطالب اللي اجبر على الجامعه وخرج لسوق العمل فلقى الوظائف بتاعته مش موجوده، يعمل ايه ويتصرف ازاي؟ طيب نقدر نبتديها بدري شويه عن كده. يعني انا بقيت اشوف ان الموضوع ما بقاش اختيار كليات قد ما هو اختيار مسار. انا همشي في مسار عامل ازاي. احسنت. انا اول حاجه اشتغلت فيها في حياتي كان بنعلم برمجه للاطفال في 2014. حلو. فكان بيجي لي اولياء امور ساعتها يسالونا، وكان ساعتها الموضوع لسه مش منتشر زي دلوقتي خالص. كان يعتبر احنا الشركه الوحيده اللي كانت موجوده في مصر ساعتها. كان معمول مبادره من اوباما اللي هي اور اوف كودينج او كده، كان يعني لسه بيحاول يعمل ده على مستوى العالم. فكان اولياء الامور بيجوا لي يقولوا لي طيب احنا ليه نعلم الاطفال برمجه او ليه نعلم اولادنا برمجه؟ فكان الاجابه مش عشان يطلع مهندس ولا عشان يطلع مبرمج اساسا، لكن عشان في المستقبل المهارات بتاعت البرمجه ككريتيكال ثينكينج كطريقه تفكير ككذا هتساعده وهو دكتور، هتساعده وهو مذيع، هتساعده وهو في كل المجالات. وده الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. معلش الحته دي اتك عليها قوي. حلو. الناس كتير جدا جدا مش مدركه وبيعلموا ولادهم برمجه عشان يطلع يعمل لعبه وعشان يطلع وهو مش متخيل ان تفكير ابنه على البروبلم سولفينج سكيلز والكريتيكال ثينكينج سكيلز والحاجات دي كلها هي بتغير من تفكيره في كل حاجه تانية، غير بقيه المسار. وده اللي انا بدات بيه الكلام. انا زي كنت بتكلم في ان احنا لا، المهم ان احنا نفكر في المسار. لان اصلا لما بعلم ابني في سن صغير البرمجه بالمصطلحات بتاعتها او يعني الجزء اللي انا بنميه فيه في البرمجه زي الكريتيكال ثينكينج او زي البروبلم سولفينج او هكذا، هو اصلا بيبتدي يفكر في الحياه بشكل مختلف. صح. هو البيزنس عباره عن ايه او الماركتنج عباره عن ايه؟ مش مشكله واحنا بنحلها. ايوه. طب ما هو ده احنا بنتعلمه في البرمجه. هو ليه بيطلع ناس انتربرينورز بيعملوا افكار وهم عندهم 15 و16 سنه تتباع بملايين؟ بالظبط، عشان هو اتعلم يفكر في المشكله وحلها وازاي يحول الكلام ده لبزنس. وده اللي احنا بنتعلمه في البرمجه، وده اللي بنتعلمه بشكل عام دلوقتي مع الاي اي، او ده من اقوى اصلا الحاجات اللي عند الاي اي. صح. فهنرجع للاول، احنا الطبيعي ان احنا نختار مسار، ندور على مسار لابني اولا يكون مناسب ليه، مش بس يكون. ما فيش حاجه اسمها كليات قمه دلوقتي. يعني انا مع الراي ده. انا بقوله والناس ساعات بتهاجمني عليه. اتمنى يا رب بس تبقى الناس كلها تفهم كده. ما هو مش محدش هيفهم غير بالواقع. عارف ايه يعني؟ هي احنا شايفين قدامنا الامثله. زمان لعيب الكوره كان بيتقال عليه ايه؟ لعيب كوره. لعيب كوره وحاجه يعني حاجه قليله جدا.
لكن دلوقتي الناس كلها شايفه ايه محمد صلاح، وشايفه ايه مرموش، وشايفه ايه الناس الباقيه، شايفاهم امثله ورول موديل انا عايز ابقى زيه. فده اتغير بناء على التجربه بتاعت الناس دي. برضو نفس الكلام لما الناس بتاع البرمجه نفسها، لسه في خناقه دايره على السوشيال ميديا من كام يوم على حد كاتب بوست وكاتب فيه على حد خريج حاسبات ومعلومات باشمهندس، والناس يقول لك لا مهندسين بقى، بيقول لك لا ده مش باشمهندس اصلا، ما ينفعش كوكب المهندسين انتفض، ما ينفعش يتقال عليه ده مش نقابه مهندسين، ده حاسبات. في حين ان هو دلوقتي هي حاسبات هي اللي فيها شغل اصلا. صح. يعني انا لما حد بيجي ياخد رايي حاسبات ولا هندسه، يعني لو هو الاختيار حاسبات طبعا، حاسبات من غير تفكير، قولا واحدا من غير تفكير. فحاسبات دلوقتي فرضت نفسها على هندسه، الكلام ده ما كانش موجود من 10 15 سنه. صح. سوق العمل اللي بيتصرف، فسوق العمل بيغير في الحاجه دي نفسها، فهو هيغير في راي اولياء الامور. هو لما يلاقوا ولادهم اللي مثلا ولنفترض دخلوا اي كليه من، انا مش عايز اسمي كليه عشان ما يبقاش انا قلت دي كده كليه قليله وكليه اعلى، لا دخل اي كليه مش الكليه اللي هي الناس بتحبها ولا الكليات قمه وهكذا، واشتغل على نفسه وطور نفسه ووصل لليفل جاره او صاحبه او قريبه اللي داخل كليه قمه ما وصلوش. هو ده هيغير في وعي الناس او هيغير في تفكير الناس. حاجه تانية، هل احنا ليه رابطينها اصلا بالكليه وثانويه عامه؟ انا في شركه السوفت وير بتاعتنا، احنا الشركه بقى لنا حوالي 6 سنين، احنا واحد من اهم المبرمجين اللي معانا حاليا عنده 21 سنه، شغال معانا بقى له 6 سنين، شغال معانا من هو عنده 15 سنه، دلوقتي بياخد رقم بيتعدى الاف الدولارات. هو بيدرس ايه؟ هو دلوقتي دخل حاسبات في اولى حاسبات ومش عايز يكمل، يعني لسه داخل معاه في ميتنج اصلا، هم لسه ما هو بيقول لي انا بضيع وقت، انا مش عايز اروح، انا اصلا ما فيش، يعني هو فعليا انا بقى قعدت معاه مكالمه نص ساعه او ساعه بحاول بس اشوف حلول وسط عشان بيته وباباه ومامته ما يزعلوش وهكذا، ان هو ازاي يكمل بس فاهم ايه وخلاص واي حاجه. بيقول لي انا مش قادر، يعني مش قادر اروح اقعد اسمع المنهج التقليدي والتفاصيل التقليديه، ودي هنجيلها ان حتى كليات حاسبات اللي احنا بنقول عليها من شويه هي اوت ديتد، ومش مشكلتهم على فكره، يعني هي مش مشكله الكليه نفسها، بس الكليه كل التعليم التقليدي، كل التعليم التقليدي، يعني هنيجي للحته دي. بس القصد من هنا ايه؟ ان انا دلوقتي انا عندي امثله في التيم بتاعي اقل من 20 سنه وبياخدوا مرتبات، في ناس عندها 30 40 سنه دلوقتي ما بتاخدهاش، وهم اللي فارضين نفسهم عليا. كام مثلا ممكن ياخد واحد؟ لا يعني المثال اللي احنا بنتكلم عليه ده مرتبه فوق $2000. $2000 لان هو شغال في الحته بتاعت السوفت وير وقاعد في مصر، وفي في مصر ومش في القاهره مش بره ولا حاجه، ومش في القاهره يعني ريموتلي كمان بالظبط. وهو هنا اللي بيفرض نفسه بنفسه، بمعنى في وظائف من كتر ما هي نادره مش هتلاقي حد زيه، هي اللي بتفرض سعرها بنفسها. الحاجه اللي فيه منها كتير سعرها بيبقى قليل، عرض وطلب طبيعي. فهي هنا في نفس الموضوع. انا اصحابي كتير شغالين في سوفت وير من اكبر الشركات في مصر ومن اكبر الستارت ابس اللي معروفه كاسماء في مصر، هم رفعوا الريت بتاع الفلوس بشكل غير طبيعي لان هم مش لاقيين كفاءات. ايوه، لدرجه ان هو وصل ان هم دلوقتي بيجيبوا ناس من اوروبا ارخص من مصر. هو اللي رفع مصر برضو الخليج طبعا، ما هو كده الريت اترفع بشكل عام. بياخد من عندنا الناس انت الباك دور بالنسبه له يعني. فرجوعا للحته دي، احنا كمان مش مستنيين لثانويه عامه، وده الناس بتعتبره راي متطرف شويه، وبيعتبروه ان هو طب انت بتقول للناس سيب التعليم وانت بتقول للناس ما تتعلموش. ما حدش قال كده، بس كل الفكره اوازن الامور. يعني ما ينفعش مثلا يعني في حاجه في حياتنا اروح اجيب مثلا حاجه زي ان هو انا بحب اخرج الخروجه الفلانيه واسويها بان انا اتجوز او ما اتجوزش، يعني فاهم، حاجه ميجر او حاجه اساسيه في حياتي بحاجه فرعيه ممكن اعملها وما اعملهاش. نفس الفكره هنا، انا هنا دلوقتي ان انا اخش ثانويه عامه وان انا اخش كليه وان انا اخش كليه كويسه حتى ما يمنعش خالص ان انا بجانب كل الكلام ده باسس نفسي وبشتغل وبحاول ادور على الفرص اللي تخليني اشتغل. طب ليه ما يكونوش الاثنين اصلا ماشيين مع بعض من البدايه، عشان ما نعملش مسارين متنافرين كل واحد فيهم واحد رايح لاتزان او توازن اجتماعي يرضي الاسره والمجتمع عشان يتقال عليا الدكتور فلاني، وواحد تاني رايح عشان خاطر اعرف اجيب فلوس واعرف ابقى مؤهل لسوق العمل. طب ما تخلي الاثنين واحد من البدايه، وهبقى برضه على فكره عندي مستوى اجتماعي وعندي شكل اجتماعي وعندي كل حاجه. ليه؟ لان انا حد عنده حاجه مش موجوده عند غيره. انا في ناس ساعات بتيجي تقول لي انا نفسي اقبض زي لعيبه الكوره، حلو، او اي مكان، ممثلين مغنيين كذا. فانا برد عليه دايما بحاجه واحده، خليك من التوب 10 في مجالك هتقبض زي احسن منهم بالظبط. يعني احنا لسه والله منتشر على المهندس الاي اي مارك او يعني فيسبوك او ميتا، عرضوا عليه او يعني كانوا عايزين ياخدوه للتيم بتاعهم، مدينه كام؟ الاوفر بتاعهم كام؟ عرضوا عليه 100 تقريبا اللي انا فاكره من الارقام، يعني $125 مليون. رفض، ضاعف العرض بقى $250 مليون وقبل بيه. هي غلطه منطقيه، هو بيقارن نفسه هو كمدرس
بمحمد صلاح يا حبيبي، او كواحد لسه في بدايه حياته، بواحد في مجال تاني هو من التوب 10 زي ما انت بتقول. بالظبط. طب ما نقارن التوب 10 في الكوره بالتوب 10 في الاي تي، هنلاقي مفيش مقارنه اصلا. بالظبط. هتلاقيه اعلى منه مليون مره، حتى في الطب، حتى في الهندسه. ولا وحياته العمليه مش مجرد 15 سنه بتوع لعب الكوره، حياته بالظبط. العمليه بيقعد يشتغل 80 سنه و90 سنه ما عندوش مشكله، رائع. بيشتغل من اي مكان في العالم، والفاليو اللي بيقدمها اصلا بالظبط هو بيفيد الناس بشكل اقوى بكتير. طيب تعالى ناخد مثال تاني، اصلا بقى مثال عندنا هنا مش اي تي بقى ومش هيشتغل في امريكا وكذا، التوب 10 في المدرسين في مصر بيعملوا زي محمد صلاح. والله انا عندي الارقام، انا شغال معاهم انا شغال معاهم، فالناس دي بتعمل ارقام عادي خالص. فهو التوب 10 في اي مجال هيعمل ارقام، التوب 10 في المحامين وحش الفيزياء ما بيعملش، وحوت اللغه العربيه بالظبط، بالذات اللغه العربيه ده طبعا فهو وفعليا ارقام هي نفس الارقام اللي ممكن تسمعها هنا هتسمعها هنا. فهي الفكره كلها، انت حط نفسك في اي مجال وخليك في التوب 10. هو ايه اعلى وظيفه في امريكا؟ ولا المحامين ولا الاي تي ولا كذا ولا كذا. ليه؟ لان هو اكتر حاجه هناك ليها احتياج، واكتر حاجه هناك بتبقى مسؤوله عن تعاملات ماليه وهكذا، فالريت بتاعه عالي. ففي الاخر لو انا هفكر، يعني هنرجع بقى للسؤال الاولاني خالص، لو انا هفكر في موضوع ان انا اخش كليه كذا او ما اخشش كليه كذا، لا انا افكر في الاول انا هطور نفسي بشكل عامل ازاي. انا محتاج اتعلم برمجه، مش لازم اتعلم برمجه بالشكل الكبير، لازم يكون من بدري. بالظبط. يعني ما هي بدري دي برضو خلي بالك يعني نسبيه، ما هو بدري ده عند حد ممكن يبقى 10 سنين وفيما فوق و5 سنين كمان، وبدري عند حد تاني ممكن يبقى 15 سنه و16 سنه اللي هو السن بتاع الثانويه عامه. بس انا قصدي بفضل اولياء الامور اللي بيتكلموا معانا دلوقتي ان انت اكتشف الباشن بتاع ابنك بدري قبل ما يدخل الجامعه، وهو مش هيكتشفه غير لما يجرب. بالظبط، هيجرب في كذا اتجاه. ممكن يبقى الباشن بتاعه في الرياضه، حد طاقته حركيه فيتحرك ويروح ويعمل حاجات في الرياضه كويس، حد طاقته نقديه او طاقته فده هيخش في البرمجه هيبقى كويس جدا، حد تاني كذا، حد تاني كذا. فكل واحد فيهم مش هيعرف الحاجه المميزه عند ابنه ده غير لما يجربها ويخش هنا ويخش هنا ويخش هنا. طيب هل الحاجات اللي هو دخلها دي مش هيستفيد منها؟ لا قطعا لا، هيستفيد منها طبعا. يعني مش هتضره على الاقل. انا احكي لك حكايه بتاعتي انا شخصيا. انا المفروض في ثانويه عامه كنت نفسي اخش حاسبات اصلا، فما جاتليش حاسبات حكومه او حاسبات عين شمس بشكل عام. فكمقارنه كنت بختار ما بين كذا حاجه خاصه، فاخترت العاشر من رمضان. واللي يعرف العاشر من رمضان او يعرف جامعه العاشر يعني او معهد العاشر كهندسه، ده من اقوى الحاجات اللي في مصر كحاجات خاصه، وكمان في الحته العملي دي متفوق على كل جامعات مصر. المصانع بقى كلها جنبه بالظبط كده. بننزل مصانع وبننزل كذا ونخش مسابقات على مستوى العالم بنكسبها وهكذا. طيب انا دلوقتي طلعت ما اشتغلتش في هندسه، حلو، والعاشر 3 ترمات مش ترمين. يعني انا كنت بروح في الصيف ترم في الوقت اللي احنا فيه ده، في الحر ده وفي رمضان في وقتها وفي كل الكلام ده، بروح احضر ترم عادي خالص وامتحن واعمل. هو الطبيعي بتاعه 3 ترمات، والترم الثالث بتاع الصيف ده في التدريب بقى اللي بننزل فيه المصانع وبننزل فيه الكلام ده. بيجي حد يقول لي طب انت مش زعلان ان انت قعدت المجهود ده كله واصحابي ما كانوش بيشوفوني ومش عارف ايه وكل الكلام ده وفي الاخر انت ما اشتغلتش بهندسه؟ قلت له انا ممكن اكون ما اشتغلتش بيها، بس هل ما استفدتش بيها؟ لا طبعا استفدت طبعا. انا حجم الضغط اللي شفته في الكليه هو نفس الضغط اللي انا بشوفه دلوقتي، فانا متعود، ما عنديش ازمه مع الحته دي. كون شخصيتك بالظبط. وبعدين انت بقيت مهندس، يعني انت بقيت من فئه تانية مختلفه في المجتمع، ما هو انا بتكلم غير البني ادمين. هو بيقول لك الحياه دايما مهندس ومش مهندس. حضرتك دلوقتي بقيت من المهندسين خلاص. فالحته بتاعت التايم مانجمنت نفس الفكره، الحته بتاعت الطريق والسفر ورايح جاي كل الكلام ده ما هو بيدربك وبيعودك. فالتجارب حتى لو هي ما بتجيبش نتيجه مباشره بالذات في السن الصغير بتبقى مفيده بعد كده في السن الكبير، لان هي بتديك الخبره اللي انت تقدر تتعامل بيها في ساعتها في مواقف ما تحتملش بقى الخطا زي وانت صغير يعني. طيب خليني ادخل دلوقتي، انا خلصنا الاول ان انا ابدا بدري استكشف الباشن في ولادي. بالظبط. ولو حد بيتفرج علينا دلوقتي من الشباب الصغير برضو ابتدي اكتشف الباشن بتاعك، لان مش كل اولياء الامور مؤهلين ان هم يكون عندهم المنتاليتي والكالتشر اللي تخليه يفكر لاولاده. حلو. بالظبط. خلينا نقول احنا اهالينا ما فكروناش. طب احنا يعني ايه ربنا كده يعني تسهيل ربنا، لكن مش كل اللي برضو اللي موجودين دلوقتي برضو بيفكروا اولادهم. فيا ريت برضو لو في حد من الشباب اللي بيتفرجوا علينا او المراهقين بيتفرجوا علينا انه يبتدي يكتشف شغفه بنفسه. طيب دخلت الجامعه مش موافق لشغفي وتخرجت من الجامعه، ايه المجالات المؤهله دلوقتي؟ احنا دلوقتي ما نعرفش نتكلم عن المستقبل خالص في وجود الاي، فاحنا ايه ماشيين لحظه ليله بليله ليله بليله، بكره الله اعلم في ايه. دلوقتي
ايه المجالات او الوظائف اللي ممكن حد يشتغل فيها فريلانسر او بارت تايم او فول تايم ممكن يعمل منها دخل بالدولار. حلو. طيب يعني خلينا نقول من غير ترتيب، عشان الترتيب هنا يعتمد على شخصيه الشخص اللي بالظبط. لا احنا بالظبط. طيب حته الاي تي طبعا بلا منازع، يعني حته الاي تي كبروجرامينج في معظم الحاجات مطلوبه بشكل غير طبيعي. ممكن اخش اتعلمها واشتغل فيها طبعا وانا مش مهندس وانا مش عادي. خريج حاسبات، عادي مدرس جدا. مثلا، يعني انا مدرس جغرافيا ممكن اخش ادرس اي تي. ممكن جدا. تمام. وشفت امثله كده على فكره، يعني انا حد كان شغال معايا في التيم كان ديزاينر اصلا، راح خد الكلام ده كمان من 3-4 سنين قبل كمان التطور بتاع دلوقتي، راح خد كذا كورس برمجه. احنا كان عندنا تيم برمجه فقال لي عايز اتدرب معاهم كده. والشخص ده يعني وقت ما عمل كده كان عنده 40 سنه، ما كانش عنده. بيقولوا الاي اي بيكريت الكود دلوقتي. انا هجي لك دي قصه ثانيه لوحدها، الفايب كودنج او لو ليفل كودنج يعني زي ما بيسموه. انا بقول لك الشخص ده كان عنده 40 سنه، راح ابتدى يتعلم برمجه شويه، راح اتدرب مع التيم بتاع السوفت وير شويه. بعد كده لقيته بيقول لي انا مقدم في فرصه شغل ريموتلي برمجه، هل دي حاجه تضايقك؟ انا بجرب. قلت له لا ما عنديش اي مشكله. فالشركه كانت فين؟ في كندا. اشتغل وجرب نفسه شويه، لقى نفسه بيتطور، لقى نفسه بيعمل. هو دلوقتي في كندا، خدوه اصلا هناك يعني فاهم، بقى جزء من التيم الان سورس اللي عندهم مش ريموتلي. يبقى رقم واحد البرمجه. فالبرمجه طبعا سوق كبير جدا مفتوح بشكل غير طبيعي وليه احتياج بشكل غير طبيعي. رقم 2 الميديا، الفيديو اديتنج بكل انواعها بقى. خلي بالك يعني كل حاجه من اللي انا بقولها دي حط جنبها الاي اي يعني يعني الميديا الفيديو اديتنج بالاي اي. بالظبط، الفيديو اديتنج العادي وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالاي اي تولز زي فيو والحاجات اللي بتجنريت الفيديوز والكلام ده كله مطلوب بشكل غير طبيعي، بيطلب مننا احنا يوميا باشكال غير طبيعيه. تمام. فالحته بتاعت الميديا برضو بكل انواعها، الحته بتاعت الكونتنت بكل انواعه، الكونتنت يعني السوشيال ميديا كونتنت، الكوبيز بتاعت اللاندنج بيجز والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي مطلوبه وريموتلي ما فيش مشكله طالما انت هتعرف تكتب باللغه بتاعت المكان اللي انت رايح ليه. يعني ممكن واحد مثلا، انا بشوف اوقات على الفيسبوك في ناس فعلا شاطره قوي بيكتبوا بوستات. انا ليا واحد يعني زميل بيكتب بوستات حلوه جدا وهو مجرد مدرس بس بيكتب حلو قوي. هو مش قادر يكتشف ان اللي بيكتبه ده ممكن يبقى كونتنت رايتر في مكان محترم. ومن اغلى انواع الشغل اللي في المجال بتاع الماركتنج عامه هو اللي بيقدر يكتب كوبي كويس، اللي بيقدر يكتب كوبي اعلانيه او كوبي للسوشيال او كوبي للاندنج بيج. دي من الحاجات اللي مطلوبه بالذات عند الاجانب بشكل غير طبيعي، لان هم اصلا دي من اكتر الحاجات اللي بيدوروا. والاي اي ما بيعملهاش حلو. ما هو لسه لا انا هجي لك الاي اي لان انا ليا راي في الحته بتاعت الاي اي. مفيش حاجه اسمها الاي اي يعملها، يعني الاي اي لو عملها فاحنا كلنا بقينا زي بعض. اي حد فينا دلوقتي يخش يقول له اكتب لي بوست عن كذا فهو كتبه حلو. لكن الاي اي في الاخر هو تول بتساعد ان الدكتور تامر يبقى بدل ما كان بيعمل تاسك في ساعتين بخبرته وبمعرفته في المجال بتاعه يعملها في 10 دقائق. انا بشبهها دايما بالكالكليتر. حلو. بدل ما كنا نمسك الورقه والقلم ونقعد نعمل الاسم المطوره عمليه محاسبه بالظبط، هعملها بالكالكليتر خلاص. بالظبط. فهي بتسهل لك الموضوع، بتفتح لك افكار مختلفه، بس انت لازم او يعني خلينا نحط قاعده ان انت اللي بتسوق الاي اي مش العكس. طبعا. حلو. ده لحد ما نيجي لموضوع الايجنت والاي اي ايجنتس دي ممكن دي قصه ثانيه. بس رجوعا للحته بتاعت الكوبي رايتنج وهكذا، هو الكوبي رايتر اللي هيعتمد على الاي اي بس مش هيبقى مميز خالص. لكن لو هو عنده نو هاو، فاهم المودلز اللي بيكتب فيها، فاهم الطريقه، فاهم يعني ايه كول تو اكشن، يعني ايه بادي، يعني ايه هوك في الاول، يعني ايه كذا، هيقدر يستخدم الاي اي عشان يسرع التاسكات اللي هو بيعملها. انا حتى يعني في الحته دي في راي بحبه قوي في الموضوع ده. الناس بتتخيل ان التكنولوجي بتتعمل او بتتوجد عشان تريحنا، دايما تلاقي الناس بتقول لك كده التكنولوجي دي ريحتنا وفرقت معانا وهكذا. لا، هي في الحقيقه التكنولوجي بتتوجد عشان نشتغل اكتر. صح. يعني انا دلوقتي لو في اسرع، هو اسرع فبالتالي اكتر. انت دلوقتي لما موظف مثلا كان بيطلع لك 10 بوستات في اليوم، لما بتجيب له تول اي اي انت بتبقى منتظر منه 100. صح. فاهم قصدي؟ بالظبط. انا جايب لك التول وهانفست فيك وفي التول عشان اطلع اكتر واطلع بكواليتي احسن. فكده كده حط الاي اي جنب اي حاجه هتلاقي انتاجيه احسن وكواليتي احسن طالما انا عارف استخدم الحاجه دي. بس الكونتنت رايترز اللي بيستخدموا الاي اي يا ريت يشيلوا الايموجيز عشان يعني بيتقفشوا منها. في ناس بتاخدها كوبي بيست. ما هو عشان كده بقول لك هي الموضوع غلط. هي الموضوع هي في حاجات كده مفهومه كتير في الحاجات دي ومش مشكله على فكره ان انا استخدمها. يعني في ناس اجانب اعرفهم وبتابعهم هو بينزل الكوبي مكتوب عليها ان هي مكتوبه بالاي اي. هو الراجل مش فارق معايا، هو الراجل فارق معايا ان انا هفيدك بحته معينه، انت بقى شوفها اي اي وما تتابعنيش براحتك، هتخسر المعلومه اللي عندك. فهي في الاخر
معادله، يعني انا بطلع حاجه بشكل كويس وفي نفس الوقت ما ينفعش الاي اي يطلعها لوحده، لو الاي اي يطلعها لوحده يبقى ماليش لازمه. صح. طيب حاجه كمان من الحاجات اللي موجوده، وخلينا نخرج بره الحاجات التقليديه شويه او الحاجات اللي الناس كلها ممكن عارفاها زي ما احنا هرجع قلنا. بس تاني، حضرتك قلت الاول البرمجه، ثانيا قلت الميديا. حلو. والثالثه الكونتنت او الكوبي رايتنج او يعني الكونتنت رايتنج عامه يعني. رابع حاجه بقى، رابع حاجه واللي انا بشوفها الناس مش مركزه عليها كتير مع انها قويه جدا ومطلوبه جدا دلوقتي، حته الاوتوميشنز. الاوتوميشنز دلوقتي يعني وظيفه مطلوبه. انا عن نفسي عايز حد فاهم اوتوميشن. انا بعرف اعمل اوتوميشن بس مش فاضي. يعني ايه اوتوميشن؟ يعني انا عندي دلوقتي تاسك كل يوم بتمشي في الاوبريتنج سيستم بتاع الشركه عندنا، بتتحرك من كذا لكذا لكذا لكذا. هي في الاخر معتمده عليا وعلى دكتور تامر وعلى احمد وعلى حسين وعلى ابراهيم عشان تتحرك. انا اي حد فاهم البيزكس بتاعت الاوتوميشنز يقدر يخلي التاسك دي تتحرك بدون ما يتدخل اي تدخل بشري عليها. الاي اي ايجنت بقى. مش بس هي الايجنت بيسهل الاوتوميشن، لكن هي في اوتوميشن اصلا قبل ما يكون في اي اي. ايوه، يعني قبل ما يكون في اي اي فهو في اوتوميشن زي ميك وزابير وهكذا. دي كلها تول للاوتوميشن. يعني انا بستخدم ميك دي مثلا من 5-6 سنين، ما كانش لسه في تشات جي بي تي اصلا. يعني تشات جي بي تي فكرتها بدات اصلا في 2019 كبيبر يعني، او كاول حاجه طلعوها شركه اوبن اي اي اللي هي عملت تشات جي بي تي. فانا بستخدم ميك والحاجات التولز بتاعت الاوتوميشن دي من قبلها بكتير. طب بستخدمها في ايه؟ زمان مثلا كانت الفيسبوك بتعمل اعلان ليد اد مثلا، بيطلع لك الليدز في الفيسبوك ويسيبها لك في فورم كده على الفيسبوك. انا كنت بخلي اوتوميشن يخش ياخد الحاجات دي من هنا يوديها للتيم اللي شغال عليها، سواء على السي ار ام بتاعه او على جوجل شيت. وهكذا. قيس بقى على كده كل التاسكات اللي انت بتعملها في يومك هي ممكن تبقى مبنيه على اوتوميشن. منها حتى دلوقتي او بيقويها دلوقتي الاي اي. ولنفترض ان انت في 10 ايميلات محتاج ترد عليهم يوميا، كلهم الرد عليهم تقليدي، ان هو تمام ضن، لا احنا مثلا متاخرين على الديدلاين، احنا كذا احنا كذا. حاجه ما فيهاش راي، ما فيهاش حاجه انت تقدر تعمل دبل اوتوميشن وما تبقاش محتاج تضيع وقتك فيه. وممكن تخلي الاوتوميشن نفسه يبعت لك كوبي منها على الواتساب يكونفيرم ان هي تمام قبل ما يبعتها للشخص الثاني. فالاوتوميشن هي فرصه رهيبه موجوده سواء على الوطن العربي في الخليج او في امريكا وكندا كمان اكتر. كل ده قابل للتعلم، يعني في كورسات خاصه بالحاجات دي جدا وبسهوله جدا ومن على اليوتيوب كمان. يعني مش هقول لك بس كورسات بفلوس، يعني مجانا كمان موجوده يعني سواء اجانب سواء مصريين. يعني انا من الحاجات اللي دايما بقول للناس عليها من الاستثمارات الحلوه اللي ممكن تعملها في حق نفسك انك تتعلم لغه بشكل كويس، تتعلم انجليزي بشكل كويس. فالحاجات دي موجوده يوتيوب وموجوده فور فري وموجوده بفلوس طبعا وموجوده في ماستر كلاسز مثلا. يعني انا في واحد من الناس اللي اتعلمت منه حته الاوتوميشن الكورس بتاعه ب $3000. فاهم قصدي؟ فهو الموضوع موجود، بس امتى هتدفع $3000؟ امتى هتدفع $3000؟ لا، ما هو هدفع $3000 وهيدخلوا لي، يبقى انا متاكد كتير. ان هو مينيمم هيدخلوني 10 اكس مثلا. فاهم قصدي؟ فخلاص انا متاكد من ده فهخش اعمل ده. فده اللي انا دايما بنصح فيه الناس، ودي من الغلطات اللي الناس بتقع فيها عامه، ان هو انا عايز اتعلم دلوقتي الموضوع ده فهروح اشتري كورس ابو $3000 او هحطه قدام نفسي عائق. صح، ان انا مش هعرف اتعلم الموضوع ده عشان ده ب $3000. طب ما نبدا باليوتيوب. لا، ما بتاع اليوتيوب مليان تفاصيل. تشات جي بي تي نفسه خش قول له علمني اوتوميشن بس هيعلمك اوتوميشن. والله العظيم الموضوع بسيط قوي. يعني انا اصلا التشات جي بي تي من ضمن مميزاته معايا ان انا بقيت استخدمه كالاسيستنت بتاعي. والله انا داخل اعمل تاسك معينه فيها مشكله معينه او فيها كذا، ببتدي اديله سكرين شوت اقول له في مشكله هنا، الربط هنا في مشكله، بيمشي معايا خطوه خطوه واحسن من اي اسيستنت. ده بيهزر معانا دلوقتي طبعا. ده عنده سنس اوف هيومر وبقى بيفهم الهزار. وخلي بالك واللي جاي انت كل فيرجن هم بينزلوه هو بليفل ذكاء معين او بليفل قدره على التحليل والتعامل معاك بشكل اعلى. فكل شويه كل ما بيتطور اكتر بكتير من المرات اللي قبلها. فحته الاوتوميشن دي رجوعا ليها وظيفه مهدور حقها في مصر، او يعني الناس مش بتتكلم عنها بالقدر الكافي، مع انها دلوقتي من اهم الوظائف اللي على مستوى العالم اللي بيطلب فيها ناس وبيدفع فيها فلوس، لان هي بتوفر فلوس. دي اكتر وظيفه واضحه كده قدام الناس هي فايدتها عامله ازاي. يعني انا بخش شركه بقول له والله انت شايف الفلو الكامل من الاوبريشن ده، انا هخليه لك كده. فبدل ما كان في 5-6 موظفين بيعملوه او بدل ما كان بياخد وقت طويل ويضيع وقت طويل، انا هخليه يتم في وقت اقل. فده دايركت بيترجم لكوست اقل. فدايركت هو انت وفرت فلوس الشخص اللي جاي يشتغل معاك اوتوميشن ده من قبل ما يشتغل او من اول يوم بيشتغل. طب هسألك سؤال معلش، خلينا نكون يعني دقيقين جدا. الاوتوميشن دي، انا واحد دلوقتي خريج، انا دلوقتي مدرس فرنش والوزاره لغت الفرنساوي. حلو. وعاوز اعمل كارير شيفت. حلو. اتعلم الاوتوميشن دي في قد ايه؟ يعني اتعلم الاوتوميشن في قد ايه؟
ممكن اسبوع ل 10 ايام اقدر اجيب. ما عنديش بيسكس خالص، ما عنديش بيسكس. انا انا بفتح اللابتوب بالعافيه. بيزكس ما هي ماشي، بفتح اللابتوب بالعافيه، اديها اسبوع كمان عشان اللابتوب بالعافيه، مش عشان البيزكس بتاعت الاوتوميشن. خلاص يبقى اسبوع افتح اللابتوب. بالظبط، اسبوع اتعلم، اخش على النت، اخش ويب سايت، افتح يوتيوب، اتعلم افتح تشات جي بي تي، اتعلم ان انا التشات جي بي تي اللي مدفوع ليه قيمه اكبر بكتير من التشات جي بي تي اللي بيتوزع ببلاش وبيفيد اكتر بكتير. هتعلم شويه كونسبت كده ايه هتبتدي تخليني قادر ان انا اتعلم. لكن الاوتوميشن نفسها البيزكس بتاعتها اللي انت تقدر تشتغل بيها في اقل من 10 ايام. وفي مصر بالذات، يعني انا دايما بقول الحته دي، في مصر سوق لطيف تبتدي فيه على عكس ما الناس بتتكلم. لا. سوق ما فيهوش منافسه صعبه. يعني بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لو قررت ان انت بكره تبقى تشتغل في الاوتوميشن، انت النهارده ما تعرفش اي حاجه خالص، انت شهر واحد بس باجتهاد انت هتبقى بتتصنف في التوب 100 مصر بسهوله جدا. شوف الكلام ده على السوشيال ميديا، خش شوف الناس اللي شغاله ويرجع بالهيستوري بتاعهم مثلا لسنتين ورا، هتلاقيه كانش بيتكلم في الموضوع ده اصلا خالص، ولا كان شغال في الموضوع ده اصلا. فهو الموضوع في مصر مش محتاج، يعني عارف انت لما تيجي تخش مثلا تنافس في امريكا فبتلاقي الهنود بينافسوك وتلاقي مين بينافسوك وتلاقي مين، فتلاقي لا انت لازم تبقى عندك خبره قويه قوي. لكن في مصر سوق سهل ان انت يعني سهل قوي ان انت تخش فيه، صعب شويه تعمل فيه فلوس يعني فاهم، يعني صعب ان انت توصل لليفل الجروس نفسه بتاعه القوي. يعني انت ممكن تعمل فلوس من حته تانية اسرع، بس سهل ان انت تدخل السوق بتاع مصر اكتر. انت قلت معادله حلوه قوي، ان هو السوق المصري هو احسن سوق كمان تتعلم فيه طبعا. فاطبخ في المطبخ المصري وبيع في المطبخ الخليجي بقى ولا المطبخ الدولي، يعني اطبخ بالجنيه وبيع بالدولار. بالظبط. كل الوظائف اللي انت قلتها كده تنطبق عليها ده بالظبط. وده يمكن اللي مصعب الريكروتمنت دلوقتي للشركات اللي في مصر، انه كله دلوقتي لما بيجي هاير حد فبيلاقي والله جاي له اوفر تاني من الامارات تدي له $1000 وقاعد في مصر. احنا دلوقتي معسكر تدريبي للخليج يعني. احنا الناس بتجي لنا عشان تقعد تتعلم معانا شويه، تعمل بورتفوليو شويه، وبعد كده طبيعي بيجي له اوفر، ولا انت تقدر تقول له ارفضه ولا هو يقدر يرفضه. يعني احنا بنشغل الناس في الشركه على الله، يعني اللي هو هو شغال معايا شهر بالظبط على حسب، وبعدين يعني خلاص بقى ربنا يرزق اسيطر عليه قد ايه. كنا بنتكلم من زمان بقى في موضوع اللويالتي بروجرام. لا اللويالتي بروجرام الخليج عشان كده اللي بيجي يكلمني في التيرن اوفر بتوع في اليومين دول بقول له ما تكلمنيش في التيرن اوفر، يعني كلمني على اساس ايه؟ طيب هو التيرن اوفر ده حط لي قواعد عامه ان الدنيا ثابته والدنيا مستقره، والتيرن اوفر ده بيحصل عشان انا كشركه وحشه مثلا، بيئه عمل وحشه او كذا. لكن معلش، هو التيرن اوفر لما يحصل بناء على ان حد جاي له دبل المرتب او تريبل المرتب اللي انت اصلا بتدي مرتب متوسط للسوق، مش مدي مرتب قليل، يبقى ده مش تيرن اوفر. يعني ما تقدرش تحط عليه قاعده ان التيرن اوفر عالي او التيرن اوفر فيه مشكله او هكذا يعني. الاوتوميشن زي ما قلنا حاجه مهدور حقها، وحاجه بره السكوب بتاعه الحاجات التانية اللي الناس كلها بتتكلم فيها. الاي اي بقى نفسه دلوقتي ابتدى يعني بلاش كلمه يتخلق، بس يتعمل حواليه شغلانات كتير. بمعنى ان بقى في حاجه اسمها اي اي اوبريتور، يعني انا هجيب التول بتاعه الاي اي وهجيب حد بيشغل التول دي. فمثلا انا عايز اجنريت فيديوز بفيو 3 مثلا، او باي تول من الفيديو ران واي او هكذا. فما انا مش فاضي برضه، الاي اي علمتنا الكسل، يعني عارف اللي هو ايه، هي دي كانت حاجه بتتم في شهر مثلا، هو عملها لك تخلص في 5 دقايق، بس برضه الناس ما بقتش فاضيه. فلا انا خلاص هروح اجيب حد فاهم في فيو 3 او فاهم في ران واي، تعالى انا كل اللي انا عايزه منك ان انا هديك مجموعه متطلبات لتيم الماركتنج مثلا او لتيم كذا لتيم كذا، وانت هتشتغل مع الاي اي تول دي انك تطلع لي احسن نتيجه منها. فده بقت وظيفه وموجوده كتير. يعني كل وظيفتك ان انت تتعلم. يعني انا شفت حد شغال في السعوديه ريموتلي من مصر هنا، كل وظيفته ان هو بيجيله الكوبيز بتاعه السوشيال ميديا من تيم الماركتنج، ويخش على تشات جي بي تي يبتدي يطور عليها، يحسن عليها، يديهم كذا نسخه بشويه تفاصيل مختلفه او بحاجات زياده. يخش على كلاود يتاكد من النطق، يتاكد من اللهجه، يتاكد من كذا. فهو وظيفته ان هو ياخد الشغل اللي طالع طبيعي قوي وينهانس فيه باستخدام اي اي تول. هم عارفين انه بيستخدم الاي اي. هو لا هم جايبينه عشان كده. هم جايبينه عشان يستفيدوا اقصى استفاده. بس خلي بالك، هي الاي اي برضه عمل معادله صعبه. الناس في بدايه الاي اي قال لك لا، ما مش هستخدم اي اي. هستخدم اي اي ليه؟ ما انا جامد، انا شاطر لوحدي. طيب دلوقتي ما بقاش كتير يقدر يقول كده، بالذات في مثلا في مجال زي البرمجه ظاهره جدا. ليه؟ انا دلوقتي جامد لوحدي تمام، بس انا هاخد 5-6 ايام في التاسك اللي الشخص التاني اللي شغال بالاي اي هيخلصها بنفس الكواليتي، بل يمكن احسن في يوم. طيب ما انا خليني اجمد وانا بالاي اي. فبالظبط، فهي بقت المعادله ان الاي اي مش لازم هيستبدلك،
بس هو على الاقل هيخلي حد تاني بني ادم زيك يستبدلك. صح بقى هيبقى اسرع منك وهيبقى اقوى منك وهكذا. فالوظائف اللي معتمده على الاي اي برضه هي الحاجه السادسه لو احنا هنقول في الوظائف اللي احنا بنتكلم فيها، وهكذا. احنا ممكن نقعد نعد على فكره يعني لحد بكره. احنا كان نفسنا تفاصيل نعد اكتر من كده، لكن يعني الحوار الماتع ده يعني وصل لنهايته، اللي يخلينا نقول لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا سواء كانوا شباب في من 13 كده ل 18 سنه، او كانوا لسه في الجامعه او اتخرجوا. It's never too late. دور على شغفك، دور على انت بتحب ايه، وشوف سوق العمل محتاج ايه، سوق العمل دلوقتي او سوق العمل بكره. الموضوع بقى مختلف، بقى محدش يقدر يتوقعه يتنبأ بيه. الوظائف تقليديه كتيره جدا جدا بتختفي. الاي اي غير وجه العالم، وبيغير وجه العالم. يعني احنا دلوقتي بنسجل البودكاست، ما نعرفش لما يتذاع البودكاست هيبقى ايه اللي اتغير. الموضوع بهذه السرعه يعني. ف it's never too late. ابتدي دور على شغفك، ابتدي تطور من نفسك. الوظائف والمهن اللي تقدر تتكسب منها بالدولار وبراتب كبير جدا ومحترم، ويكون ليك برضو مكانة ووضع وبوزيشن وشركة محترمة تشتغل فيها اكتسابها سهل وسريع. بس انت خد القرار وابتدي دور. ما تدخلناش في التعليق تقول لنا ايه ممكن تفاصيل. طب ممكن تقول لي كورس الاوتوميشن ده اخده منين؟ طب اخده منين معتمد؟ طب اخده منين؟ الشخصيه اللي بتتفرج عليها دي عمرك ما هتتطور، عمرك ما هتاخد خطوه في حياتك. اللي سمع كلمه اوتوميشن من الباشمهندس محمد غنيم ودخل عمل سيرش او سال تشات جي بي تي ازاي يتعلم اوتوميشن، ايه مجالات تطبيق الاوتوميشن، فين المكان اللي الاقي فيه كورسات للاوتوميشن بكامل كلام، هو ده اللي هيتطور. اللي هياخد الانيشيتيف، اللي هياخد الخطوه ويتحرك ويطبق وينفذ ويصبر، هو اللي هيبقى حاجه مختلفه في المستقبل القريب. اتمنى نكون افدناكم في بودكاست Eduverse Talks، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده مع نجم جديد ومؤثر جديد في مجال من المجالات المختلفه. كان معكم تامر انور، اشوفكم على خير الاسبوع الجاي.